مرحبا بكم في قناة أميرة الديكور. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن حال. اليوم جبت لكم تشكيلة موديلات قنادر كتان ومناسبات تاع صيف يهبلوا، موديلات سامبل وأنيقين ويسخفوا في اللبسة. راني جبت لكم هاد الموديلات باش تهزوا منهم أفكار اللي حابة تخيط حاجة جديدة للدار ولا للمناسبات. هذا الفيديو راح ينفعكم بزاف. يلا نشوفوا الموديلات. شوفوا خواتاتي، الموديلات اللي حطيتهم اليوم كامل فيهم افكار هايله ومميزه. نصيحه للخياطه، كي تختاروا موديل صوروه كابتين بها الخياطه تشوف تفاصيل القصه مليح. بالنسبه للقماش دايما خيروا كتان نوعيه مليحه باه يبقى واقف ومتحوف حتى بعد الغسيل. وبالنسبه للدونتيل راهو دار حاله في موديلات هذا الصيف. نصيحتي لكم خيروا النوع اللي يجي طري وما يحكش في الجلده. كي تخيطوه فوق الكتان حاولوا ديروه في جهة الرقبة أو الأكمام باش يمد نظرة أنثوية وراقية، بصح بلا ما تكثروا بزاف باش تبقى القندورة خفيفة ومريحة. وبالنسبة للقياس خلوها شوية واسع القندورة باه تتحركوا براحتكم وما تخافوش من الانكماش تاع الكتان في الغسلة الأولى. وبالنسبة للحفاظ على لون الكتان زاهي، نصيحتي لكم دائما اغسلوا القنادر تاع الكتان بالماء البارد وشوية خل، والنشير يكون دائما في الظل ماشي في الشمس مباشرة. هكذا تضمنوا باللي القندورة تبقى جديدة والوانها ما تبهاتش كامل طوال الصيف. لحقنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الموديلات والنصائح اللي قدمتها. يا حبيباتي، السر في نجاح أي موديل هو التنسيق بين اختيار القماش المناسب ومهارة المصمم اللي حتنفذ الموديل. إذا شفتوا موديل يعبر على ذوقكم احفظوا الفيديو عندكم باش ترجعوا ليه وقت التنفيذ وعند اختيار القماش. وإذا أعجبكم الفيديو نتمنى تعملوا جيم وتشتركوا في القناة وتشاركوني رأيكم في التعليقات وش هو الموديل اللي عجبكم. تهلاو في رواحكم، وفي فيديو واحد آخر إن شاء الله. سلام.